من أعظم إنجازات مصر في العصر الحديث. مصر فيها تلت آثار العالم، عندنا آثار كتير قوي مش عارفين نعمل بيها إيه، ويوم لما حبينا نعمل حاجة فتحنا لها أكبر متحف في العالم. المتحف هيبقى فيه على الأقل 100,000 قطعة أثرية، ده غير مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون. لأول مرة في مكان واحد العالم كله هيتابع اللي هيحصل ده، هيتصور لايف، كل قنوات التلفزيون هتذيعه. ده هيبقى يوم للتاريخ. المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم، مخصص لحضارة واحدة. اتعمل على مساحة 500,000 متر مربع، منهم 168 ألف متر للعرض بس، والباقي للمعامل والمخازن والمناطق التعليمية ومراكز لترميم الآثار. تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، بيبص على الأهرامات من كل حتة، والهرم بيبص على المتحف والمتحف بيبص عليه. الاتنين بيكملوا بعض، الاتنين متحف كبير ما بينهم 7000 سنة فرق، لكن نفس الرسالة، احنا هنا ولسه موجودين وبنبني ومصريين. حب اي حد يقول امين. الفكرة بدأت سنة 2002، ومع كل تأجيل كانت مصر بتخطط لخطوة اكبر. بس خلينا نسأل سؤال مهم، ليه العالم كله مستني الاحتفال ده؟ ليه رؤساء وملوك وقادة جايين من كل الدنيا؟ ببساطة لان المتحف مش مشروع ثقافي بس، ده رسالة سياسية ووطنية ورسالة وعي. احنا هنا موجودين في كل زمان. مصر بتقول للعالم احنا على الارض دي من 7000 سنة، بتاعتنا، ارضنا، العالم ده كله بتاعي. بس بقول لك ايه، قبل ما نفرح بالمتحف اللي هيبهر العالم، خليني اقول لك حاجه ممكن ما تعرفهاش. احنا عندنا بره مصر حوالي 2 مليون قطعه اثريه مصريه، 2 مليون محطوطين في متاحف في العالم بره، مش مستخبيين يعني، وبيكسبوا من ورا الاثار بتاعتنا دي ملايين. امريكا عندهم متحف فيه اكتر من 26 الف قطعه اثريه مصريه، من ضمنهم معبد اسمه دندور. بس مش مهم اللي عندنا يا سيدي، احنا عندنا 3 اهرامات، منين؟ من هنا وهناك، خد بالك على نفسك. خلاص بقى، المهم نخش المتحف. من جوه المتحف بيقابلك تمثال رمسيس الثاني واقف في البهو الكبير، كأنه بيستقبل الزوار باسم ملوك مصر كلهم. احنا هنا. هو ليه المتحف ده مهم قوي كده؟ تخيل ان المتحف لوحده ممكن يرفع عدد الزوار لمصر لاكتر من 18 مليون سائح في السنة، يعني مليارات الدولارات داخلين من التذاكر والفنادق والمطاعم والنقل واي حاجة بقى يجوا يشتروها من هنا. ليه في نوفمبر؟ عشان نوفمبر هو الشهر اللي اكتشفوا فيه مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922، ومن يومها العالم عرف يعني ايه مصر. دلوقتي بعد 100 سنة في نفس الشهر ونفس البلد، بس المرة دي الذهب مش مدفون تحت الأرض، ده بيلمع فوق في المتحف المصري الكبير. القناع الذهبي والعربات الملكية، المقبرة كاملة، كل ده هيكون قدام عينيك، إضاءة محسوبة بالملي، كأن الماضي نفسه بيتنفس من جديد. فالافتتاح مش هيبقى عادي كده، ده مش افتتاح متحف، دي ولادة جديدة لروح مصر. مصر راجعة تاني تقول أنا هو. مصر كانت ولسه وهتفضل دايما أصل الحكاية ونبض التاريخ. لو عجبك الفيديو دوس لايك، اشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية، وخش خد لك لفة في الفيديوهات اللي فاتت. سلام. هو ليه المتحف يعني مهم يعني؟